الحمد لله النهارده وصلت 36 سنة. كنتش متخيل اني هغلط كل الغلطات دي وانا في العشرينات. لو انت لسه في العشرينات ارجوك اسمعني علشان انا جاي لك من المستقبل، يمكن ما تقعش في كل الوقعات اللي انا وقعت فيها. اول حاجة، ما تضيعش نفسك في التشتت. زمان كنت بفتكر ان الشطارة انك تعمل حاجات كتير في وقت واحد، لكن اكتشفت مع الوقت ان الانجاز الحقيقي انك تقدر تركز على حاجة واحدة لوقت طويل وتكمل للاخر. الحياة دلوقتي بقت اسرع من زمان بكتير، وفعلا اكتر حاجات بنخسرها وقتنا وتركيزنا. واول وابسط اختبار ليك الفيديو اللي بتتفرج عليه دلوقتي. لو عرفت تكمله من غير ما تسرعه او تعدي حاجات، انت اكيد مستوى التركيز بتاعك كويس. اوعى تقع في فخ الشراء او الشوبينج. احب اقول لك ان في العشرينات بوظت الدنيا شراء حاجات كتير ملاش اي تلاتة لازمه. ومن حقك تصرف فلوسك زي ما انت عايز، اعمل اللي انت عايزه، بس حاول تركز الحاجات اللي انت بتشتريها دي ليها لازمه وانت فعلا محتاجها، ولا بتشتريها علشان حب الشراء وخلاص. اكتشفت بعد سنين ان اصدقائي اللي كانوا عارفين الدرس ده بدري شويه فرق معاهم ده، واحتفظوا ولو بجزء بسيط او حتى استثمروا جزء من دخلهم في حاجه مفيده بدل ما يشتروا حاجات كتير ممكن يكونوا حتى مش محتاجينها. وانت كمان شاركني احزانك وقول لي اشتريت ايه ملوش لازمه وركنه ما بتعملش بيه حاجه. النقطه اللي جايه دي وطي صوت السماعات علشان هقول لك حاجه يمكن محدش هيحب يقولها لك او هيبقى مكسوف يقولها لك. وطي الصوت. خد بالك من فخ مشاهدة الإباحية. في دراسات كتير بتقول إن بالذات الرجالة بيفكروا في الموضوع ده عدد مرات كتير قوي في اليوم، فدي حاجة بيولوجيا طبيعية. انت ما عندكش حاجه غلط. المشكله مش في التفكير، لكن المشكله في ازاي بتعرف تتعامل مع الامر. لان لو ما عرفتش تتعامل معاه، ضعف اراده، قله تركيز، احساس بالذنب، وحتى مش تبقى عارف تبني علاقات صحيه قويه. الموضوع كبير ولكن حلول سريعه بسيطه. قرب من ربنا، استغفر كتير، ابعد عن مسببات التحفيز او الحاجات اللي ممكن تخليك تفكر في ده بشكل اكتر، موبايلك، الانستجرام بتاعك. وطبعا اهم خطوه، اشغل نفسك بما ينفعك اكتر الوقت. It's good to be busy. دي مقولة بحبها جدا. فكرة انك مشغول طول الوقت بحاجات مفيدة وبتنفعك، مش هيبقى في وقت لأي حاجة ممكن تشتت تركيزك. اوعى تبطل شغل. صدقني اي وظيفة احسن من ان انت تكون قاعد عاطل. وشفت ناس وقصص كتير بدأت بشغلانات بسيطة جدا وتحولت مع الوقت الى شغلانات ومراكز مرموقة ومرتبات كبيرة. خلي بالك الموضوع مش المرتب ومش الوظيفة، كفاية بس فكرة انك بتحتك بناس وبتتواصل وبتاخد خبرات. ولو عندك قصة احكيها لنا في التعليقات علشان تشجع غيرك. اوعى تربط نجاحك بالخطة. من اكبر الغلطات اللي كنت بعملها ان كنت فاكر انها بتمشي بالخطة وبالشطارة، بس بعد 15 سنة خطط مع شركات واشخاص على كل المستويات، توفيق لمن وفقه الله وبس. نقطة. خطط واشتغل وابذل مجهود وخد بالاسباب، لكن اللي ربنا بيوفقه بس هو اللي بيوصل. لذلك هتشوف اكيد في حياتك ناس كتير بتبذل مجهود كبير جدا بس مش مكتوب له التوفيق في الحاجة اللي بيعملها دي. عادي جدا ممكن يعمل كل حاجة وما ينجحش، والعكس ممكن تلاقي حد بذل مجهود بسيط في حاجة ودعا ربنا، ربنا كرمه ووفقه فالحاجة دي بقت كبيرة. هو حتى يقولك انا مش عارف الحاجة دي كبرت ازاي، انا ما كنتش متخيل انها تكبر كده. الفكرة دي خلتني ابقى مرتاح جدا حتى في اصعب المواقف في حياتي، لان دايما بقيت شايف ثقة في الله اللي راح ده اكيد لحكمه، ويقيني في الله ان اللي جاي اكيد احسن. بلاش تقعد في دكه المتفرجين طول الوقت. ما اقصدش المشاهدين، انتوا على راسي، لكن انا بتكلم عن ان انت تبقى طول الوقت بتتفرج وبس ما بتعملش حاجه. حاول تنتج حاجه ولو بسيطه، حاول تساعد حد حواليك. سنين اشتغلت في التدريب، اكتشفت ان اكتر واحد واول واحد بيستفيد من التدريب او التريننج اللي بيحصل ده هو المدرب اللي واقف بيشرح او المدرس اللي واقف بيشرح لك حاجه. فحاول تشارك معلومات من اللي اتعلمتها حتى مع اسرتك، اخواتك، الناس اللي حواليك، اصدقائك. حبي وشغفي لمجال التدريب بدأ من الملخصات والحاجات اللي كنت بحاول اعملها لزمايلي في الجامعة، ويوتيوب بدأ بفيديو كنت بحاول اشارك الطلبة حاجات تساعدهم وقت الامتحانات. تخيل ممكن تكون ما تعرفنيش النهاردة لو ما كنتش بحاول اشارك الناس معلومات. عامل كل الناس اللي حواليك بحب واحترام، حتى اللي انت شايف انه ملوش قيمة في حياتك ايا كان مستواهم العلمي، الوظيفي، وبالذات المادي. المعاملة الحسنة ده جزء من سمعتك انت، جزء من الاثر اللي انت بتسيبه. وحتى يا اخي على مستوى البيزنس، تعرفش مين ممكن ربنا يكتب له التوفيق وتبقى محتاجه في وقت ما قدام. فارجوك عامل الناس كلها بحب واحترام. بلاش تعمل زي كل الناس، حاول تبقى مختلف. دي كانت نصيحة مدير ليا في سنة 2010. شوف كل الناس بتعمل ايه وحاول تضيف ولو حاجة بسيطة مختلفة محدش كان بيعملها. فكنت دايما مثلا بعد الشغل اخلص
طبيعي الناس كلها الموظفين بتخلص تروح تنام، انا كنت بحاول ادور على ايفنت احضره، ناس جديده اقابلها، كتاب اقراه، اتعلم يوتيوب، اتعلم يا سيدي كروشيه، حتى اعمل اي حاجه مختلفه. مع الوقت هيفرق معاك وهتلاقيه بيضيف لك حاجات انت مش متخيلها. حتى في مقوله مشهوره جدا بتقول ان من الجنون انك تعمل نفس الحاجه كل مره وتبقى متوقع نتيجه مختلفه. ارجوك اغلط كتير. واحدة من اكتر الحاجات اللي كنت بخاف منها في العشرينات اني اغلط، شكلي قدام الناس هيبقى ايه، هيقولوا عليا ايه. بس لما بدأت اجرب اكتر واقع اكتر اكتشفت ان الغلطات والوقعات اللي انا وقعتها دي هي دي اللي كونت شخصيتي وساعدتني ان انا يبقى في عندي حاجة حتى اشاركها مع الاخرين. افتكر كويس قوي ان مفيش حد ناجح ما وقعش قبلك 1000 مرة. راقب يومك كويس. اليوم يبدو مجرد يوم، لكن الحقيقة ان اليوم ده شهور وسنين عمرك. فحاول تركز قوي مع عاداتك اليومية، تفاصيل يومك ماشية ازاي، بتقعد مع مين، بتضيع وقتك في ايه. حسن البصري ليه مقولة جميلة جدا بيقول: يا ابن ادم انما انت ايام، فاذا ذهب يومك ذهب بعضك. تصدقش خرافة تعدد المهام؟ مفيش حاجة اسمها تعدد مهام. في تعدد وظائف، تعدد زوجات حتى، لا دي هتعمل مشاكل، لكن تعدد المهام ده وهم صدقني. والحقيقة ان الناس اللي بتحاول تعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت هي مش بتعمل الحاجات دي مع بعض، هي بتتنطط ما بينهم، وده بيأثر على التركيز. وممكن تعمل كده بالمناسبة، لكن في الحاجات اللي مش هتبقى مؤثرة قوي وممكن تعملها مع بعض، زي مثلا ان انت تروح الجيم وتسمع اوديو بوك او تسمع كتاب صوتي، او ان انت تغسلي المواعين وانت بتسمعي شاهين شو كاست يعني. لكن اوعى تقول لي هذاكر وانا بتفرج على فيلم، انت كده جاي تهزر. وهنا انصحك تقرأ كتاب ديب وورك او العمل العميق، وهتعرف ليه الناس اللي بتشتغل على فترات طويلة على نفس الحاجة وبتركز هي اللي بتكسب في النهاية. امسح الناس الغلط من حياتك. العلاقات الصح بجد اهم من حسابك في البنك. اصل الناس الصح دي اللي هتسندك لما تقع، تقف جنبك وتفرح لك لما تنجح. جملة حلوة قوي قريتها في كتاب مرة عن العلاقات: خلي بالك انت نتيجة اقرب 5 اشخاص ليك، اختارهم كويس. بلاش تتكلم عن الناس. كلام عن الناس بيستنزف طاقتك، شايلك ذنوب، وكمان بيقلل احترامك وتقديرك قدام نفسك. لو عندك مشكلة مع حد والشخص ده مهم، واجهه، اتكلم معاه، ولو مش مهم سيبه وعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث قال: إن كان في أخيك فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. في كلا الحالتين بلاش تتكلم عن حد. بطل شكوى وتحرك بسرعة. من الحاجات اللي كنت بعملها في أوقات كتير في العشرينات، في أوائل العشرينات، إني أقعد أشتكي وأقول أنا دي مش عارف أعملها ودي مش عارف أبدأها. لكن لما بخبط وأبدأ وبحاول صدقني بتمشي. حاول بس تدور عربية وهي هتدور. الناس مثلا كتير بتبعت لي على الصفحات: أنا مش لاقي شغل. حبيبي جربت تدور؟ إحنا زمان كنا بنعدي بالسي في مطبوع ونقعد نلف على أبواب الشركات نخبط ونسيب السي في، بطبع 50 نسخة عشان ألف على 50 شركة أوزعهم. النهارده هتفتح موقع توظيف زي وظف، 30 دقيقة هتقدم على 50 وظيفة. الفرصة فعلا مش بعيدة، ابدأ حالا. ممكن تفتح موقع وظف دلوقتي، كمل الفيديو، وبعد الفيديو تبقى دي خطوة بسيطة لو انت عندك مشكلة يعني في موضوع الشغل. اوعى تزعل وتشيل جواك، تحطش في نفسك. لو حاجة مضايقاك يا صديقي حاول تغيرها، او تغير طريقة تعاملك معاه. زمان كنت باخد الامور على اعصابي جدا، لحد ما اكتشفت ان 80% من الناس انت مش فارق معاهم. في 10% من الناس شايفين ان مشاكلك دي حاجة حلوة قوي، احنا عايزين زيها لان احنا مشاكلنا اكبر. و10% طبعا اللي انا كلمتك عنهم في اول فيديو، الناس المقربين اللي بيهتموا فعلا بامرك ومهتمين يسمعوا مشاكلك. المهم بقى يا سيدي، بطل تقفش وخد الامور ببساطة وهون عليك، عشان الدنيا كبد، فاللي جاي احلى. اللي في ايدك النهارده نعمة كبيرة جدا حتى لو انت شايفها قليلة، فحاول تبقى ممتن بجد للي ربنا اكرمك بيه النهارده، وبص اللي في ايدك كويس قوي، علشان دايما في حاجات لما بتفوت ما بناخدش بالنا ان هي قد ايه كانت ليها اثر طيب في حياتنا. فخليك ممتن اللي في ايديك، واسعى ان انت تحسن مستواك، مفيش مشكلة، لكن اللي معاك دلوقتي حلو جدا. اتعلم من كل حد بتقابله حاجه. مخبيش عليك، زمان كنت بحس ان انا شايف نفسي كده شويه بالحاجات اللي ربنا اكرمني وتعلمتها. ده فعلا كان بيعمل حاجز كده ما بيني وما بين اي حد بقابله كان ممكن يفيدني بمعلومه. فما تفوتش فرصه انك تتعلم من اي حد، حتى لو كان طفل صغير ممكن يقول لك حاجه تفيدك. بطل حسوكه وتسويف. مش لاقي لك كلمه يعني معبره اكتر من كلمه حسوكه. كميه الحاجات اللي ضاعت مني وفرص فوتها بسبب ان انا كنت بقعد احسوك اجيب دي بس هنا، اظبط مش عارف ايه، وبعدين ابقى ابدا حالا وطور في الطريق. وصدقني اللي انت هتتعلمه في الرحلة يمكن أقوى بكتير من اللي كنت هتحضره من الكتاب قبل ما تبدأ. بلاش تفوت اللحظة. أيوة يعني أعمل إيه، ما أنا عايشها أهو. لا يعني لو أنت بتتفرج على الفيديو
ومركز معاه يبقى بتتفرج على الفيديو ومركز معاه. لو قاعد حد جنبك دلوقتي كنت رايح تزوره، فسيب الموبايل واقفل الفيديو وروح اقعد مع الشخص ده. في تجارب كتيرة جدا ما كنتش اعرف ان دي اخر مرة هعيشها في حياتي. شخص كان عزيز عليا جدا ما كنتش اعرف ان دي اخر مرة هقعد معاه. مكان كان نفسي اروحه ولما روحته ما كنتش اعرف ان بعد كده هيبقى صعب اروحه تاني. اوعى تتكسف تقول لا. تخيل طول عمري زمان كنت بخاف طول الوقت على زعل الناس، وممكن اعمل حاجات كتيرة جدا علشان بس مش عايز ازعل حد او اكسفه ان انا اقول له لا مش فاضي او مش هقدر. تخيل لو كنت كملت حياتي كلها بالشكل ده، كنت هفضل بعمل قد ايه حاجات انا مش قادر اعملها ولا عايز اعملها. ما تتكسفش وقول لا بكل احترام وادب للحاجات اللي انت مش عايز او مش عارف او مش حابب تعملها. وانت كمان ما تزعلش لما حد يقولك لا. ما طبيعي، حط نفسك مكان الشخص ده بقى، شوفوا ممكن يكون رفضك ليه، سواء في مقابلة عمل او حد كنت بتحاول ترتبط بيه. شوف المايند سيت بتاعت الشخص ده ليه رفضك وايه اللي ممكن تحسنه للي بعد كده. افصل وخد البريك بتاعك، اسمع من اخوك. محدش هيفرق معاه اي حاجه لما تعمل اكسترا مايلز او تعمل خطوات زياده وتشتغل وتضغط على نفسك. الدنيا مش هتقف عليك يا حبيبي. خد بريكك، سفريتك الجميله، خد اجازاتك اللي بتخلص اخر كل سنه ومحدش بيهتم ولا هيديها لك فلوس لو انت شغال في مكان ما. الناس اللي بتخطط للاجازات بتاعتها والبريكات بتاعتها زي ما بتخطط للشغل بتعرف تستمر، بتفضل مكمله بجوده عاليه. بلاش تتاخر على الاشياء والناس والاجتماعات. روح في ميعادك يا اما ارفض الميعاد ده او يا جماعه انا مش جاي، لان ده جزء من البراند بتاعك، جزء من السمعه بتاعتك. وكان في مقوله زمان حلوه قوي بتقول on time is late، يعني انت انك تروح في الوقت ده مش انت كده متاخر. مش كل حاجة الفلوس. الفلوس مهمة جدا. المشكلة لما بتربط الفلوس بس باللي انت بتعمله، قد يكون في اول مشروعك او شغلك او حياتك مفيش فلوس من الحاجة دي. فلو كان الفلوس هي الهدف الوحيد اكيد هتقف وهتعطل في النص. فدايما خلي الفلوس جنبها هدف تاني. عايز اسيب اثر، عايز اعمل حاجة كويسة، عايز اصرف على بيتي وعيالي واسرتي. اي هدف غير انه يبقى الفلوس لوحدها. اوعى تسمح لحد يتنمر عليك. انا هو ولو في حد زعلك تعالى لي. اوعى تسمح لحد يتنمر عليك في الشغل، في البيت، في المدرسة، في اي حاجة. انت شاطر، مهاراتك كويسة، عندك قدرات جامدة جدا. لو في حد بيتنمر عليك بجد، تنمر له صور كتيرة جدا على كل المستويات العمرية، حتى في الشغل من ناس كبيرة. لو حد انت قلت له ان انت بتتضايق وانت فارق معاه، او هو حتى شخص كويس بيفرق معاه ده انه ما يبقاش بيضايق حد، هيبطل. ولو ما بطلش مع السلامة. سمعتك وسيرتك الطيبة اهم من انجازاتك. مهما عملت ومهما كبرت، الناس مش هيفرق معاهم انت راكب عربية ايه، حسابك في كام في البنك، عملت مشاريع، طلعت شغل قوي قد ايه. الناس ممكن يفرق معاهم حاجات بسيطة جدا، زي ان انت معاملتك كانت طيبة معاهم، سمعتك طيبة، كنت شخص صادق، بتساعد الناس اللي حواليك. الناس بتروح تحضر جنازات الناس المؤثرة. خد بالك وركز في الحاجات اللي تنفعك. ما تقارنش نفسك بحد. كل واحد ربنا رسم له طريق وخطة وماشي فيها. وبالمناسبة كل واحد بيقدر يشيل شيلته هو بس. عارف، جرب تقرب من حد كده كنت انت شايف ان هو يا ايه ده معاه فلوس، او هو مثلا ايا كان حاجة بتبهرك في الشخص ده. لو قربت عرفت تفاصيل حياته، هتيجي عند كام حتة كده تقدر تبدل معاه حياتك. لا ما اقدرش، لان هو كل واحد ربنا كتب له حاجات وارضاه بيها. فاحمد ربنا من قلبك وبص في ورقتك. متخليش لحظة وحشة تبوظ يومك. ممكن موقف صعب يبوظ يوم، او يوم صعب يبوظ شهر. في ناس لما بتقع وقعات بتقعد مطولة قوي واقعة وقاعدة في الارض. قوم يا حبيبي ونفض هدومك والحق اتحرك، لان الحياة مش هتستناك وانت عندك حاجات كتير تعملها، ودي مش اول وقعة. فخليك قوي واشتغل دايما على صلابتك النفسية واستعين بالله، عشان الوقعة دي ممكن تضيع عليك فرص كتير قوي وانت قاعد في الارض عشان لسه بتتألم من اول خبطة. اتعلم تحكي قصص. احكي قصة. هتلاقي مقابلات العمل عبارة عن قصص. رايح تتقدم لواحدة، قصة بتحكي قصة. بيع منتج، هتلاقي نفسك بتحكي قصة للعميل، بتحكي له قصة المنتج. الحياة عبارة عن قصص. فتعلم مهارة انك تروي قصة، عشان دي واحدة من الحاجات اللي هتفرق معاك قوي. اياك تصرف كل المرتب. صدقني هتفضل تعمل كده طول عمرك مهما مرتبك زاد. انا مش جاي احبطك والله. احكي لك قصه بقى. والدتي من 16 سنه ربنا يحفظها ويبارك في عمرها، كانت بتقول لي مع اول مرتب يعني كويس اخده من شركه كبيره كده اشتغلت فيها، اعتبر مرتبك ناقص 10 20% كأن هو ده المرتب من غير ال 10% دول، وسيبهم لي اعمل لك بيهم حاجه. اجيب لك بقى ذهب، اركنهم لك على جنب،
اجيب لك بيهم فشار، اي حاجه. انت مش متخيل ال 10% دول، لو انا بقعد اتخيل لو انا حوشت بس ال 10% دول في 16 سنه فاتوا وما كنتش جبت بيهم حاجه، كان ممكن يبقى مبلغ عامل ازاي. فارجوك ما تصرفش مرتبك كله، وحاول تقتطع منه. ومش بس لده، لو طبعا مرتبك يسمح تقتطع منه جزء للترفيه يا سيدي، جزء للصدقات. طبعا في ناس ده تقول لي يا عم انت مش عارف مرتبي كام. لو انت مرتبك فعلا يا دوبك بيكفيك، طلع منه بس صدقه، وبعد كده تعالى نتكلم. انا اهو وانت اهو، انا عارف ان انت عمرك ما هتفكر في خطه التقاعد دلوقتي، دي حاجه اصلا مش هتيجي على بالك. بس للاسف يا صديقي المطحون، احب اقول لك ان انت هيجي وقت مش هتبقى طايق الشغل عادي جدا، او مش عايز تشتغل لفترة محترمة، او نفسك تشتغل حاجة معينة. الرفاهية دي مش هتبقى موجودة لو ما جهزتش نفسك ليها من دلوقتي. لو بتتفرج على الفيديو ده يا ابن الحلال، حاول تفكر في ده من دلوقتي. تشوف لك بقى دخل سلبي، تجهز نفسك، تدي لوالدتك 10% يعني، او والدتي يعني. اتصرف، اوعى تركز على الاهداف. ايوه، زي ما سمعت طول عمري كنت بحاول اركز على ماشي بالورقة والقلم، حاطط جولز في كل حاجة في حياتي. ده طبعا مهم جدا، ولكن تخيل ان ساعات بتبقى حاطط هدف، وبعد ما هتوصل له بوم شكرا اللي بعده، خلصت ده اللي بعده. رقم في البنك، كان حاجة نفسك تعملها، مكان نفسك تزوره، وظيفة نفسك تشتغلها، اول ما بتوصل بتحس انه بقى عادي. فالفكرة انك تعرف تستمتع بالرحلة حتى الصعب منها. كنت بحكي لزوجتي عن فكرة الفيديو ده، فانا بحكي لها بقول لها اعمل فيديو عن اكتر حاجات طلعت بيها من العشرينات. احنا النهاردة في ال 35 او 36 سنة من عمرنا. قالت لي استنى، سيبك من الفيديو خالص، واحنا وصلنا للرقم ده امتى؟ اسأل اي حد حواليك، اسأل نفسك ايا كان سنك كام النهارده، حسيت بال20 سنة او ال25 سنة اللي انت وصلت لهم ولا لا؟ اسأل اي حد عنده 60 سنة 80 سنة، قول له حسيت بال80 سنة، هيقول لك ولا حسيت بأي حاجة. صحتك بالدنيا يا ابني، اوعى تيجي على صحتك. You are what you eat، مقولة بحبها جدا. انت عبارة عن اكلك. اكتبوا لنا في التعليقات بقى وابسطونا كده معاكم، بتاكلوا ايه وانتوا دلوقتي في العشرينات؟ بناء العضلات في الاوائل السنين من عمرك بتبقى اسهل بكتير كل ما بتتقدم في العمر. كل ما سنك بيكبر كل ما بناء العضلات بيبقى اصعب. فاللي انت بتاخده من قبل العشرين للعشرين حلو قوي، اللي انت بتاخده من العشرينات للتلاتينات مهم جدا. بعد كده بتبدا الدنيا تقل في ان انت تقدر يبقى عندك عضلات، او انك تحافظ بقى على صحتك. هتدفع تمن كل اكله غلط كلتها في العشرينات، كل وقت ضيعته وانت مهمل في صحتك، وقاعد تاني ظهرك ومش بتلعب رياضه، وهكذا. ومش بقول لك روح الجيم، اصحى كل يوم العب 10 ضغط وتشعبط في عقله 10 دقايق كل يوم لمده 10 سنين، هتبقى بطل كمال اجسام من غير ما تروح جيم. محدش بيختار اهله. بص يا صديقي، محدش اكيد بيختار ايه الاسره اللي انا عايز اتولد فيها. بتقدر تختار شريك حياتك، والاهم انك تدعي ربنا عشان بس ما تفتكرش ان انت بحكمتك هتعرف تختار شريك حياه مناسب. لا، هو ادعي ربنا من قلبك وفقني لشريك حياه او حد يكمل معايا حياتي يكون مناسب. انا فاكر كل حاجه، اللهم لك الحمد، ربنا يبارك، زوجتي ساعدتني فيها. كل وقت صعب قبل السهل وقفت جنبي فيه. فوجود شخص صح بيساعدك ويقف جنبك بجد وفاهم دماغك، طبعا استعين بالله في الاول، واستعين كمان بخبرات ناس علشان تختار شريك حياة مناسب. بطل عشوائية، حاول تبقى عندك روتين ولو بسيط جدا من العادات والافعال اليومية الثابتة. حاجة بسيطة، تخيل كل يوم بتحفظ آية واحدة من القرآن، بتقرأ صفحة واحدة من مجموعة كتب، بتقرأ منها صفحة واحدة كل يوم. حاجة بسيطة قد كده تعملها كل يوم، روتين يومي ثابت. بعد 10 سنين هتبقى حاجة انت مش متخيلها. بعد 20 سنة هتحس بنجاح وقوة وعزيمة. فبطل عشوائية وخلي عندك روتين يومي ولو بسيط. بس يا سيدي، اخر حاجة بقى حابب اقولها لك في الفيديو ده، معادلة النجاح من وجهة نظري. انا شايف ان معادلة النجاح هي عبارة عن صحبة وبيئة ومنهج واستمرارية. دور على مكان فيه الناس اللي نفسك تبقى زيهم، حط نفسك في البيئة دي، هتتعلم منهم حاجات كتيرة جدا مفيدة وتنفعك، ويبقى هو ده المنهج اللي انت عايش بيه حياتك ويساعدك استمر على الافعال حتى ولو بسيطة. ده هيفرق معاك جدا قدام. وفي النهاية هذه مجرد نصائح مش قوانين ولا اي حاجة خالص. فممكن حتى تكتبوا لنا في التعليقات ايه اكتر نصيحة فرقت معاك او لمستك او حاسس ان انت ممكن تبدأ منها. وما تنساش تبعت الفيديو ده لحد بتحبه وتفعل الجرس وتشترك في القناة، يعني لو حابب يعني مهتم تطور نفسك ورحلتك المهنية. اشوفك على خير، سلام.